مرحبا شباب، مرحبا صبايا. اليوم معانا موضوع مهم من أساسيات لعبة كمال الأجسام اللي هي الكارديو. كثير لما نيجي نحكي كارديو في شباب أو بنات مبتدئين بفكروا الكارديو إنه أنا لازم أطلع زومبا وأنطنط لا. الكارديو هو عبارة عن البسكليت، الانكلاين، المشاية، الأوبن تراك، الدرج، أنواع كثير نحن بنستخدمها سواء الصبح على معدة فاضية أو بعد التمرين مباشرة. هذا هو الكارديو. ليش أنا بلعب كارديو؟ أكبر غلط وأكبر خرافة إنه بس أنا بلعب كارديو عشان أنا أخس. لا، مرحلة الضخامة أو مرحلة بناء العضلات بدي كارديو، مرحلة التخسيس ومرحلة التنشيف بدي كارديو، مرحلة الصحة للقلب وأحافظ على قلبي بدي كارديو. حتى الدكاترة لما يجي يعالج بقول له العب رياضة أو امشي على البحر أو امشي على البسكليت أو امشي على المشاية عشان يعالجه. أصبح الكارديو أساسي للاعب وللإنسان بنفس الوقت. بالنسبة لموضوع التنشيف أو إنه أخس وزن، ماشي أنا معك، نحتاج كارديو. من غير كارديو صدقني لا تقول لي دايت ولا من غير دايت، لازم يكون في موضوع الكارديو موجود. بالنسبة للضخامة أو إنه أنا أقدر آكل وجبات أكتر، هذا نحن بنستخدمه مع الجسم يكون نحيف، مش قادر ياكل وجباته، فأنا بضطر إنه أنا ألعبه كارديو لمدة 20-30 دقيقة في اليوم على أساس إنه جسمه يبدأ يشتغل أكتر، يحس بالجوع أكتر، فبيبدأ ياكل وجباته. على سبيل المثال إحنا بيجي علينا فترات من 6-7 وجبات. لو أنا بديش أدخل كارديو في نظامي اليومي هيصير عندي تخمة، يعني حوصل للوجبة الرابعة أو الخامسة مش قادر أتنفس. لكن لما أجي ألعب كارديو سواء صبح أو في الليل أو الاثنين مع بعض حسب الجدول اللي حتطلع عليه الكت إني أنا ماشي معاه، حضطر إنه أنا هحس في الجوع، هحس بالتعب، هحس بالإرهاق، بصير جسمي بده أكتر، فأنا بقدر إيش؟ أحسن عملية الهضم اللي بمعدتي، وحصير آكل 6 و7 ممكن أجوع كمان. فالخرافة اللي نحن دائما بنسمعها إنه الكارديو بس للتنشيف أو لنزول الوزن، هذا بدنا ننساها. أهم إشي عنصر القلب. لعبة كمال الأجسام بتعمل مجهود كبير على عضلة القلب، فأنا عشان أنا أريحها وأشيل عنها الضغط ببدأ في الكارديو، بمشي، نفسي بنتظم، هرمونات الجسم كلها بتنتظم، أسلوب حياة كمان كمناعة، صحة، لكل إشي الكارديو هذا مفيد إلي وإلك. بتمنى نحن فهمنا هذه الحلقة وتحط عنصر مهم إنه الكارديو أسلوب حياة، أنت لو اتبعته حترتاح وتختصر مواضيع كتيرة.